اليوم حندير لكم وصفة كل الناس تعشقها كبار وصغار. حنديروا المكرونة بالبشاميل على طريقتي. أول حاجة حنديروها هو البشاميل. حطيت أنا 5 معالق زبدة، حنحط شوية معاها زيت عشان ما تنحرقش الزبدة. حندير لهم 5 معالق أو كواشيك دقيق مليانة يعني، ونحرك بسرعة. فكرة البشاميل الناجح إن الدقيق ما يكونش تكتلات، يعني يكون زي ما انتم شايفين هيك قوامها يعني سايل يعني شوية، عشان هيك حيسهل علينا تخليطها مع الحليب. أنا حنضيف لتر حليب ونحرك، بس لازم النار نوطوها. الحاجات اللي نحب أنا نضيف البشاميل بتاعي أي جبنة كريمي عندكم، نحرك لعندنا الذوب كله. حنضيفه طبعا فلفل أكحل، حنحطه ملح طبعا. أنا حنحط زعتر وجوز الطيب. هيك هو قوام البشاميل اللي أنا نبيه. طبعا حنحضر المفروم بتاعنا. مفرومنا هنا زي ما انتم شفتوا، انا حطيت المفروم بصل وثوم، حطينا برضو طماطم معجون، طماطم مطحون، حطوا ورق غار. بهاراتنا حطيت شويه حرارات، حطيت حبق ومرتقوشة او اوريجانو وجوز الطيب وملح وفلفل. خلاص حنخليه يسبك. توا حنبدو نديروا المكرونه بالبشاميل. سلقت المكرونه بتاعي، اقروا على العبوه كم دقيقه ونقصوا، لان احنا نبوها الدنتي يقول يعني مش طيبه واجد، عشان ذات حتكمل طيابها في الفرن. يعني انا نحب شويه ناخذ من الدهان بتاع المفروم، نخلطها برضو بشويه من البشاميل، شويه فلفل اكحل. جهزنا المقادير. توا عباره عن نطبقوا الوصفه بتاعنا. نحطوا بشاميل، نحطوا نص الكميه مكرونه. خلاص نسقمها كويس. عباره عن طوى المفروم هيك. وزعنا الجبنه تشيدر على كامل المكرونه، وممكن تضيفوا اي جبنه مبشوره نوع اخر عندكم. نديروا طبقه مكرونه مفرومه وبعدين البشاميل يعني. بس مازال اي حد يقدر ينزل تطبيق سداد، ويقدر يشتري من اي مكان، وحتى في مكانه في الحوش، بس لازم يكون عنده شفرة مدار. انا نحب ديما نعطيها سن هيك من المفروم، يعطيها لون من الحمار. تحطوا شويه زبده فوق عشان يعطي لون حلو. خلاص عباره عن نحطها في الفرن لحد ما تتماسك او تتحمر يعني. لما نشوف المكرونه تحمرت هيك معناها جاهزه ان نطلعها من الكوشه. وصلنا لنهايه حلقتنا من حنان في رمضان برعايه شركه المدار. عباره عن حرش شويه اعشاب عطريه على الوجه تعطي لون. ما تنسوش تخشوا على صفحه الفيسبوك وتديروا شير ولايك للوصفه، وتعطوني رايكم في التعليقات، واستنوني في حلقات جديده.